توفى لها الزوج ديالها ما عندهاش الحق لها بانها تعيش، بان اي وحده بان امراه مغاربه مشات الحمام تغتصب، مشات المسكينه للسوق تغتصب، مشات تشري تغتصب، دخلت لدارها تغتصب. لا لا لا، نحن ضد البيدوفيليا وعاش الملك، حنا عندنا ثقه في القضاء. اذا راه ماشي الفلوس هما كلشي، زوجه صالحه، شي الله اللي عطاه مراه صالحه خصو يحمد الله ويشكروا عليها، خصو يقول احلى مراه احسن حاجه في الدنيا هو مراه صالحه، واجمل شيء هو ام. صحابهم هو ربنا الاعلى، صحابهم هو اللي كيرزق الله، ولكن يسر حاجه لاخويا يسر كلمه الحق. يسر ولي شوف عافاكم انتم اخوتي الاعزاء، تنتمنى من السيد الوكيل ومن رئيس النيابه العامه يديوني للولايه ويحقوا معايا، وحنا معاك. الا كنت انا غلط نمشي للحبس ديونا كاملين، حيت ولكن السيد الوكيل المحترم والنيابه العامه تتفرج فينا ومسؤولين، حنا غايرين على بلادنا. حنا الا كنا دايرين شي حاجه تنخالفوا انا نسلم راسي دابا. اذا ملي تنشوف مع يوسف بالله سي خويا حاجي، انا محلل وذكي، انا راه ماشي غبي ذكي. ملي تنشوف واحد تيحاربني من 2011 كنا ضده في 20 فبراير، في 2017 خرج مع الجوج قال لهم هذا السيد شكون ديما دير وقفات وتيقول لك اسقاط الملكيه وتشد عام حبس بتحريض مدينه صفرو على السلطات. اذا قال لهم مع الجوج غادي تخرج البنت، وفعلا خرجت البنت تبكي. اذا شكون اللي عطاها هذه التعليمات؟ هما اللي عاطينها. علاش دائما هاد الناس اللي تيحاربوني في اي ملف؟ اذا بغيت نقول لكم والله ما نستسلم حتى نعرف شكون هو المغتصب. والبنيتات والبنات، انا مع البنات، ثقوا بيا، انا والبنات مساكنه تحت الضغوطات، وراه مساكن راه والبارح قالت لها خدمي على راسك، قالت لها شنو نقول؟ قالت لها شنو نقول؟ قالت لها غوتي علاش خدمي على راسك، على شرف امك. تنتمنى من النيابه العامه تحقق معاهم في الارباح، تيربحوا 14 مليون 10 مليون على دار السعاد الام ديالهم مسكينه. تيقولك ما عندهمش ما ياكلوا، تعتقلوا تيقولك ما عندهمش ما ياكلوا، ما عندهم ما ياكلوا، وراه تياكل في الحبس، ماكله الحبس راه واعره، شي ماكله الحبس راه خرجوا فيها ابطال. كلمه بغيت تقولها قدام هذا العالم، قدام المغرب. بغيت نقول واش عمرك شتي بان الاب ديالك كيقلب على المغتصب؟ عمرك شتي خارج من الولايه، الله كيصغر خارج من الولايه تيصغرت. بلاتي دابا هو شوف، هو دابا داخل السجن ووراء القضبان ما عندوش باش يدافع على راسو، تنقول الله يطلق سراحه. ولكن بغيت نقول لك واحد الحاجه، السي محمد ملي تخرج وتسمع الفيديو 20 عام وانت مجوز السعاد، ما عمرك شتي الكوميساريه، وعامين تجوز انفصاليه دراء وستاتك للحبس. اذا راه ماشي الفلوس هما كلشي، زوجه صالحه، شي الله اللي عطاه مراه صالحه خصو يحمد الله ويشكروا عليها، خصو يقول احلى مراه احسن حاجه في الدنيا هو مراه صالحه، واجمل شيء هو ام. اذا اخوتي الاعزاز، حنا مغاربه وانتصرنا انه خرجت البحثه تبكي، وحنا البنت تنقولوا لها حنا ما عندناش مشكل معها. بعيده تيقولوا بكريشه مظلوم، واش بكريشه مظلوم؟ اذا لا قال بكريشه مظلوم راه تيضربوا في القضاء. خويا انتقل النيابه العامه خويا. بعدا بلاتي واحد الحاجه باش نقول، شي السيد الوكيل المحترم هنايا والنواب ديالو ولا السيد الوكيل العام ما تيعرفوش شي حاجه الظلم، ما تيعرفوش الرشوه، ناس نازهين. والتحيه للمحكمه الابتدائيه فاس وديال ناس نازهين، والسيد الوليد للامن والسيد زنيبر. شوف كيفاش قادوا فاس، واش فاس هكا كانت؟ شوف ما شاء الله الدخله كي دايره، عقلتوا ملي كان الكريساج هنا، شوف دابا ما شاء الله مدينه فاس. تحيه شكون اللي دار هذا الشيء؟ السلطات، تحياتي لهم. حاجي بجر الشهيد هذا باغي تقول شو لا كان باغي هذه واحد بلاتي هذا هو بلاتي. مرحبا خويا العزيز، مرحبا. مرانيا الله يكبر بك، الله يفرجها. مرحبا خويا. بحال اخيتي الله يسعدك، الله يكبر بك حبيبي. انت دخلتي على هذا الخط ديال الاعتقال؟ من هذا الاول دخلنا. واخا شنو ممكن تقول بخصوص هذا الموضوع؟ حنا معك على قناه الشعب تي في مباشره. اخي العزيز، قسم بالله وكتاب الرحمن راني يهودي خارج ديال الاسلام، وبانني كمواطن مغربي، بان كشاب مغربي، بان حتى حنا عندنا خوتنا بناتنا، بان كنخافوا على بلادنا. يجي واحد اليوم بان واحد السيد بانه يغتصب، تكون جالس في الدار ما عليك ما بك، تدخل واحد البنت في عمرها 13 عام وتقول لك يا خويا
ولا تقول لك با بان راني اغتصبني شي واحد. واش بالله عليكم يا غربه واش امراه الام او راجل بانه يخرج وبانه يتجه للسلطات وبانه يشوف شكون هذا المغتصب، ولا بانه يدير له عصابه بالدقيقيه ويفرح بان بنته بانها مغتصبه؟ هذا السيد هذا عمرو شفناه من نهار اللي بدينا هذا الملف، عمرو بانه خرج قدام العالم ولا دار يديه في ودني وقال عباد الله انا باغي حقي. فين كان السيد الحموشي، فين كان النيابه؟ باغي حق بنتي ونعرف شكون هذا المغتصب. تحيه وتقدير للاب ايا، راكم عارفين كلكم قصه ديال الاب ايا المغربي الرجل العظيم اللي كان مسكين بانه بائع متجول، وبان عنده الزوجه مسكينه بانها صماء بكمان لا تفقه شيئا، وعنده بانه ولده في عمره 18 عام خرجوا مسكين من المدرسه بانه باش يعاونوا، بانه باش يجيبوا لقمه العيش. هذا السيد قدر بانه يهاجم وقدر بانه يتحدى المغاربه كاملين ويخرج بوجه مكشوف ويدافع على حق ديال بنته ما هو المغتصب. وعرفتوا المغاربه شكون هو؟ واش عرفتوا؟ نعاود لكم شكون هو، وهو الاخ ديال بوكريشه، هو المغتصب اللي اغتصب اللي بان المسكينه اخ ايه اغتصبها بانها في عمرها حتى هي 13 عام 14 عام، استغل على الفقر ديالهم بانه كيطمعها بحلوه وكيطمعها برايبي وكيطمعها بدانون. هاد السيده مسكينه بان كانت فقيره حاله يرثى لها، عرفوا بانهم فقراء واستغل الضحيه ديالهم كما قال سيدنا عمر بن الخطاب ولولا كان الفقر رجل لقتلته، وانا كنقول لو كان الفقر رجل كنقتلته. بان بناتنا المغاربه بانهم استغلهم هاد السيد اللي عنده قنوات واستغل بان النفوذ ديال خوه اللي كان كيخرج في مواقع التواصل الاجتماعي وتيقول انا عندي وانا عندي وانا عندي والقضاء نشريه بيدي. هاد السيد بان اب ايه خرج وقال المغتصب وهي بنته، قالها هو السبب الاعتقال ديالو بنادي تيقول انا عندي فلوس، انا خويا من توقع له يدخل الحبس انا نشري بالقضاء ب 40 مليون، انا نخلص على خويا، انا خويا يدخل الحبس يعيش معزز مكرم. يعني كلمه بان السيد بان طوال له، السيد ما كان كيلقى 50 درهم في جيبه، السيد اللي كتخدم عليه مراه مغربيه سعاد اللي ضحات بحياتها، سعاد بان ما ديرهاش بحال لياتها بحال العيالات، بحال بان حتى هي تماكيجي حتى هي تعكر وحتى هي تسوق وحتى هي تخرج وحتى هي تدور وحتى هي تعيش الحب والغرام. ولكن هذه المراه ضحات بنفسها، ضحات بحياه ديالها، اللي كانت مسكينه كتحنن على عيسات ونفيسات، اللي كانت مسكينه دايره بحال موكا كتخرجي من الليل ومسكينه كتجي باش تجيب لقمه العيش وليداتها باش توكلهم وتشربهم وتوفر لهم الوقود ديالهم باش ما يدوش لعباد الله، ما يمدوش يديهم. ونهار هاد البنات بان كنقولها قدام العالم 40 مليون مغربي عباد الله، حنا ماشي ضد هاد الاسره المغربيه، حنا ماشي ضد، حنا ضد التفاهه، ضد هاد الشوهه، ضد عقوق الوالدين، ضد بان البيدوفيليا، بان السيد ما عندوش الشرف بانه يدافع على حق ديال بنته. واش عمر بوكريشه بانه خرج وقال انا باغي نعرف شكون المغتصب؟ واش عمر بوكريشه بانه خرج وقال السيد الحموشي عمركم شفتوا في النيابه، عمركم شفتوا في المحكمه الابتدائيه ولا المحكمه ديال الاستئناف وطالب بحق ديال بنته؟ عمرو قال لكم اخوتي المغاربه عمركم شفتوا خارج في الزنقه وكيقطع حوايج وانا باغي حق بنتي، انا باغي حق بنتي؟ والسيد الحموشي يا الملك يا النيابه فين هو حق بنتي؟ شكون هذا المغتصب؟ شكون هذا البيدوفيل؟ حنا ضد البيدوفيليا اللي كاينه في فاس، حنا ضد البيدوفيليا عباد الله، حتى حنا كنخافوا على بناتنا. السيد بانه يسرى من وجهناها وقلنا شكون المغتصب ونسدوا هذا الملف، قلنا شكون اللي اغتصبك وارتاح امك ترتاح وحنا نرتاحوا المغاربه ارتاحوا بان البيدوفيل تشد. ولكن شنو قال كلمه اخي، شنو قالت بان ندي في قلبي، يعني با هو العاشق ديالها كنتحمل المسؤوليه وكان فيها الاعتقال تعتقل على دفاع على المراه المغربيه اللي فيها امي واختي وزوجتي وابنتي، لدفاع على شرف المراه المغربيه الحره اللي كرم الله عز وجل من 7 سماوات واللي تكلم فيها الرسول البشريه. اخويا حاجب متهم بريء حتى تثبت اذا، ولكن اخي متهم حيت ما خرجش اخويا العزيز ووضح تكلم حقك. لا علاقه له بالاغتصاب، هذه من جهه واحده اخرى الان كتواجدوا امام قضيه اللي معروضه على القضاء باهانه القضاء. نعم اهانه القضاء بانه ولات عنده السلطه، ولكن واخا يخرج من هذه حنا كنتابعوه يا اخي العزيز، حنا مازال المتابعه ديالو، مازال المحكمه ديالو في الدوسي، مازال المحكمه في الاستئناف والمحكمه الابتدائيه متابعه شكون هو المغتصب. يعني السيد واخا يخرج دابا حنا مازال متابعين هاد المناضلين في هذا الملف، يعني واخا بلقى في الحبس هذاك الملف لا علاقه له بهذا الملف، حنا مناضلين لكن نفس الملف. لا اخي العزيز انا نقول لك نفس الملف، الناس هذا راه نفس الملف، نفس الملف اخواتي العزه. علاش نفس الملف؟ حيت هو ملي كيخرج كنقولوا شكون المغتصب، انت راك بيدوفيل، انت راك بارد الكتاف، انت راه ماشي راجل، انت ما عندكش النفس. هو باش خرج قال لك انا واخا ندخل الحبس غنشريه، يعني اليس نفس الملف؟ اليس نفس؟ راه الناس كاينين الناس اللي تسلموا القرص ديالو بانه سجلوا الفيديوهات ديالو اللايفات ديالو وحطوهم في قرص وقدموهم للقضاء عليه وجب تعتقل. يعني هذا نفس الملف، الناس يتساووا نفس الملف. يعني هو يا خوتي العزاز بان يسرى خارجه بواحد اوديو شهير مع بشرى ام الايتام اللي قالت لها بان با ماشي راجل،
حيت كانت متهمه متهمه بان كان باغي يعاشر معها معاشره الزوج مع الزوجه، والسيده بانها ارمله توفى مسكين الراجل ديالها اللي مشى يضرب تماره، وبانه غرق في البحر باش يجيب لقمه العيش الاسره ديالو، بانه كان هو اللي كانت راهله له الدار ديالها، استغلها بانها امراه فقيره، استغلها بان الراجل ديالها بانه توفى وكان باغي يعاشرها معاشره الزوج مع زوجته، عيام يدخلها من الطرقات بحال انسان ذئب بشري، بانه انسان في جسد شيطان باغي ياكل بنت، ياكل امراه ارمله. واش المراه الارمله ما عندهاش الحق بانها تعيش في هذا المجتمع المغربي؟ هادشي كنقول، المراه تلقات دفنوها، يعني المراه اللي تلقات، انا اختي تلقات نمشي قتلها، بنتي تلقات نمشي قتلها، المراه المطلقه ما عندهاش الحق بانها تعيش، المراه بانها الانسانه كتكون بانها توفى لها الزوج ديالها ما عندهاش الحق بانها تعيش، بان اي وحده بان امراه مغاربه مشات الحمام تغتصب، مشات مسكينه للسوق تغتصب، مشات تشري تغتصب، دخلت لدارها تغتصب. لا لا لا، نحن ضد البيدوفيليا وعاش الملك، حنا عندنا ثقه في القضاء.